اللي انا ماسكها في ايدي هنا تعتبر اصغر عدسه فول فريم اتعملت لسوني، الفولتريكس ال 28 مللي. العدسه دي بيسموها بانكيك، يعني ممكن تتاكل حرفيا. البعد البؤري بتاعها 28 مللي، فتحه عدسه ثابته 4.5. ده شكل العدسه على الكاميرا، تقريبا مفيش اي حاجه موجوده. ودي كاميرا من الاحجام الكبير، دي الاي 7 4. لو انت بتستخدم حاجه زي الاي 7 سي تقريبا هتحطها في جيبك حرفيا. تخيل كاميرا فول فريم مع عدسه ويتحطوا في جيبك، وحرفيا دي ارخص عدسه ممكن تشتريها لو انت معاك كاميرا سوني فول فريم. بس الاهم من السعر، هل الجوده بتاعتها كويسه؟ اللي انت بتشوفه دلوقتي هي شكل الصور اللي بتطلعها العدسه ديت على كاميرا سوني اي 7 4. اما بقى اللي ابهرني جوده الفيديو بتاعتها، وازاي تقدر تعمل بيها فلوجز او حتى تصور محتوى. فانا شايفها الاختيار الانسب لو انت لسه بتبدا او عايز تكون كونتنت كريتور. العدسه دي سعرها اقل من 5000 جنيه، موجوده عند فوتو اكسبريس. هتلاقيني عامل لهم منشن تحت في الكابشن، الحقوها لان بعد الفيديو دوت ما اعتقدش ان هي هتطول كتير.